السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض بعد ما خلصنا الفصل الثاني ان شاء الله هنبدأ في الفصل الثالث والحث الكهرومغناطيسي. الفصل الثالث واحد من اهم فصول المنهج ومن اكثرها تمثيلا في الامتحان، وعليه جزء كبير من الدرجات، خصوصا قانون فاراداي وقاعدة لينز المستخدمة في تحديد اتجاه التيار الكهربي المستحث. يعني ايه تيار مستحث؟ ويعني ايه قاعدة لينز؟ والفصل الثالث بيتكلم عن ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في بداية الشرح، فيلا بينا. وهنبدأ دلوقتي في جزئية الشرح، وهنبدأ بالحث الكهرومغناطيسي. يعني ايه يا مستر حث كهرومغناطيسي؟ مبدئيا الفصل الثالث هو مختلف تماما عن الفصل الثاني، وليكن عكسه. ازاي؟ في الفصل الثاني حضرتك عرفت انه نتيجة مرور تيار كهربي بينشأ مجال مغناطيسي. النهاردة انا عن طريق ان انا هيكون عندي مجال مغناطيسي هولد تيار كهربي. ازاي؟ قبل ما اقولك ازاي، تعالى نفتكر مع بعض حاجة بس من ايه؟ من زمان شوية. هنا اخدت انت في رابعه ابتدائي لو انت عندك مغناطيسين، ده قطب شمالي وده قطب جنوبي، وده مغناطيس تاني دي برضو نفس القطبين شمالي وجنوبي. هنا دلوقتي دول اقطاب مختلفه، هيحصل ما بينهم ايه بالظبط؟ هيحصل بينهم تجاذب. هيحصل بين القطبين دول ايه؟ تجاذب. طب بص يا سيدي، قلت لك في الفصل الثاني ان المجال المغناطيسي بيتحرك ازاي؟ المجال المغناطيسي بيتحرك في خارج المغناطيس من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. طب هنا نفس الحال من الشمالي للجنوبي. فبص هنا على خطوط الفيد، هنا ماشيه في الاتجاه ده، اتجاه يمين يسار الصفحه، وهنا يسار الصفحه. ففي حاله التجاذب خطوط الفيد بتكون في نفس الاتجاه والاقطاب مختلفه. طب في حاله التنافر، ده اس وده ان، هنا هيحصل تنافر عشان الاقطاب متشابهه. طب بالتالي بص على خطوط الفيد، قلنا ماشيه من الشمالي للجنوبي فهتمشي كده، وهنا ماشيه من الشمالي للجنوبي فهتمشي كده. فكده خطوط الفيد في عكس الاتجاه. يبقى امتى يحصل تجاذب؟ لو الاقطاب مختلفه وخطوط الفيد في نفس الاتجاه. امتى يحصل تنافر؟ لو الاقطاب متماثله وخطوط الفيد في عكس الاتجاه. ده عشان يحصل تجاذب وتنافر. طب قبل ما نكمل، لو جبت لك ملف دائري بالشكل ده تياره وليكن مع عقارب الساعه، وجبت لك سلك مستقيم تياره في نفس الاتجاه، والله بالنسبه للمجال بتاع الملف الدائري للداخل انا بربط، والسلك باستخدام قاعده امبير هنا للداخل، فخطوط الفيد بتاعتهم هنا في نفس الاتجاه فهيحصل بينهم تجاذب. طب لو التيار كان في عكس الاتجاه؟ تنافر. الجزئيه دي عايزك تكون عارفها. دلوقتي يعني ايه حث كهرومغناطيسي؟ وازاي هيتولد من المجال المغناطيسي تيار كهربي؟ تعال نشوف فاراداي قال لنا ايه. اول واحد اتكلم عن الحث الكهرومغناطيسي هو فاراداي. ازاي؟ جاب ملف لولبي بالشكل ده، بدأ يلف الملف اللولبي بتاعنا. هنا عمل حاجة عكس اللي احنا كنا متعودين عليها في الفصل اللي فات. في الفصل اللي فات انا كنت بوصل الملف اللولبي ببطارية، هنا لا، انا هوصله بجلفانو صفر تدريجه في المنتصف. ليه؟ صفر التدريج في المنتصف لتحديد اتجاه التيار. طب انا هستخدم جلفانو ليه اصلا؟ عشان اعرف في تيار بيمر ولا لا. تاني حاجة جابها فاراداي، جاب مغناطيس
مثلا ليه قطبين شمالي وجنوبي، وبدأ يعمل الآتي: بدأ يقرب المغناطيس من الملف، والمغناطيس بيقرب من الملف. فاراداي لاحظ ايه؟ لاحظ انحراف مؤشر الجلفانو. على ماذا يدل انحراف مؤشر الجلفانو؟ والله مؤشر الجلفانو يدل على مرور تيار. فالراجل لاحظ وهو بيقرب المغناطيس من الملف انحراف مؤشر الجلفانو، ده يبقى معناه ان هو تولد تيار. طب لما بدأ يبعد المغناطيس يحركه في عكس الاتجاه، لاحظ ان مؤشر الجلفانو برضه بيتحرك بس في عكس الاتجاه. يبقى كده يا مستر امتى تولد تيار؟ اتولد التيار في حالتين: لو انا بقرب المغناطيس من الملف او انا ببعده. وانا بقرب خطوط الفيض اللي بتقطع المغناطيس او بتقطع الملف بتزيد، ببعده بتقل. بتزيد او بتقل ده حالة تغير في الفيض. فلما لما الملف يتعرض كده لفيض ثابت ولا متغير؟ فيض قل او زاد يبقى الفيض متغير. اتولد في الملف تيار كهربي. يبقى عند تعرض الملف لفيض متغير فانه ينشأ فيه تيار كهربي بنسميه تيار مستحث. وطالما في تيار يبقى في فرق جهد، يبقى في قوة دفعة بنسميها قوة دفعة كهربية مستحثة induced electromotive force. قوة دفعة كهربية مستحثة بنسميها قاف دال كاف مستحثة او اي ام اف. تمام. هنا بيتولد ليه التيار؟ برضو حقك كإنسان تفهم. المفروض حضرتك عارف ان عندي في المعادن بيبقى فيه الكترونات مفردة في المستوى الاخير. الالكترونات دي لها مجال مغناطيسي بتتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي، فبتبدأ الالكترونات تتأثر بقوة. طب لما الالكترون يتأثر بقوة هيبدأ يتحرك. فحركة الالكترونات هي اللي تعمل لي مين؟ هي اللي تعمل لي التيار الكهربي. فنتيجة حركة الالكترونات بسبب ان هي اتأثرت بالمجال المغناطيسي الخارجي اتولد تيار وتولد قوة دفعة كهربية اللي هي قوة الدفعة الكهربية المستحثة. طب ليه سموه حاسة يا مستر؟ هقول لك انا عاملة زيك كده. انت حضرتك قاعد ما بتذاكرش مقضيها، تيجي اول حد هيجي يشوفك ويتضايق من المنظر ده هو امك في البيت. هتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ تقومك عشان تذاكر، والله بطرق مختلفة، في بالتشجيع وفي بالتهزيق وفي بالشبشب. تمام. فاول ما تشوف الشبشب يترفع هتقوم شبه الكلب الضال تقعد تذاكر. فانت قمت منك نفسك ولا نتيجة ان هي حستك على المذاكرة دفعت لك المذاكرة؟ فهي حستني على المذاكرة فعلا ايا كان طريقة الحس. فانت كده ايه؟ قمت نتيجة وجود مؤثر خارجي. هنا نفس الفكرة. انا ما عنديش بطارية، مفيش تيار جاي من الدايرة نفسها. التيار جاي منين؟ نتيجة تأثر الدايرة بالمجال المغناطيسي الخارجي اتولد تيار. فالتيار تولد نتيجة مؤثر خارجي فسميناه تيار مستحث، والقوة الدفعة سميناها قوة دفعة مستحث. بدأ فاراداي أول حاجة عايز يعرف العامل المؤثر على القوة الدفعة، فبدل المغناطيس بمغناطيس أكبر. فلما يبدل المغناطيس بمغناطيس أكبر هيبدأ الفيض يتغير بنفس المقدار ولا لا؟ هيتغير بمقدار اكبر. فانا كده مقدار التغير في الفيض اللي هو دلتا فاي ام هيزيد. لاحظ ايه؟ لاحظ بزيادة مقدار التغير في الفيض ان الاي ام اف هتزيد. بمعنى يعني ايه مقدار التغير في الفيض؟ بص يا سيدي، الفيض مثلا الاول كان ب1 ويبر بقى 2 ويبر، فهو كده اتغير بمقدار قد ايه؟ 1. لا افرض بقى كان 1 بقى 4، فكده الفيض تغير بمقدار ايه؟ 3. فمقدار التغير زاد ولا قل؟ زاد. فلما مقدار التغير يزيد الاي ام اف تزيد. فاراداي لاحظ حاجه تانية. لاحظ ان لما السرعه النسبيه تزيد، ايه السرعه النسبيه؟ السرعه النسبيه هنا بالنسبه لي احنا قلنا احنا عايزين الفيض يتغير، فاما يحصل حاجه من اتنين: يا المغناطيس يتحرك بالنسبه للملف او الملف يتحرك بالنسبه للمغناطيس. يعني ايه؟ اثبت الملف واحرك المغناطيس، او اثبت المغناطيس واحرك الملف، او ممكن احرك الاثنين. طب السرعه النسبيه دي بحسبها ازاي؟ والله لو الاثنين بيتحركوا في عكس الاتجاه السرعه النسبيه بتتجمع،
او بجمع السرعه عشان احسب السرعه النسبيه، بيتحركوا في عكس الاتجاه، بطرح السرعتين. فلما السرعه النسبيه تزيد، الزمن اللي هياخده الفيض عشان يتغير يقل. فلاحظ انه لما الزمن بدأ يقل، المؤشر انحرف برضه بزاويه اكبر، فده معناه ان الاي ام اف عكسيه مع الزمن، بس هي طرديه مع المقدار ده كله. ده بنسميه ايه؟ بنسميه المعدل الزمني للتغير في الفيض. بنسميه تاني الدلتا فاي ام مع الدلتا تي كلها، بنسميها المعدل الزمني للتغير في الفيض. اسمها المعدل الزمني للتغير في الايه؟ في الفيض. طب سؤال، لو جيت زودت عدد اللفات، في كده الكترونات اكتر هتتاثر بالمجال المغناطيسي، فهيتولد تيار كهربي اكبر وقوه دفع اكبر. فبالتالي هنا الاي ام اف تتناسب طرديا مع مين؟ مع عدد اللفات. من العوامل انا هطلع القانون، فمن هنا هنقول الايه؟ من هنا هقدر اقول ان الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي ام على دلتا تي. ايه السالب ده يا مستر؟ السالب ده عمك يلا في الفصل. السالب ده في الفصل الثالث هو عمك، اسمه ايه؟ اسمه سالب لينز. اسمه سالب لينز. مهم سالب لينز ده، سالب لينز من اهم القواعد اللي عندنا في المنهج ومن اهم قواعد الفصل الثالث. طب ازاي؟ بص يا سيدي، سالب لينز او قاعده لينز بتنص عليه، بتقول لك والله ان عند تعرض الملف لفيض متغير فانه ينشأ في الملف تيار كهربي مستحث وقوه دفعه مستحثه تعاكس التغير المسبب له. تاني يعني بيقول ايه؟ عند تعرض الملف لمجال مغناطيسي متغير فان الملف هينشأ فيه تيار مستحث وقوه دفعه مستحث تعاكس التغير المسبب له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا المغناطيس يبدأ يقرب من الملف كده بيتعرض لزياده في الفيض، الفيض اللي بيتعرض ليه بيزيد. طب هو هيحصل ايه؟ الملف هينشأ فيه تيار ينشأ عنه مجال، المجال ده هيعكس التغير. يعني ايه؟ يعني والمغناطيس بيقرب الفيض بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، فالملف عايز يقلله فيدي فيض في عكس الاتجاه ويعمل تنافر. طب المغناطيس هيبدأ يبعد فالفيض هيبدأ يقل، فبالتالي هيبدأ الملف يتعرض لفيض متغير ينشأ عنه تيار، التيار ينشأ عنه مجال، المجال يعكس التغير. هو التغير ايه؟ نقص في الفيض. طب عشان الفيض يزيد الملف هينشأ عنه مجال، خطوط فيضه في نفس الاتجاه بتاعة المغناطيس، نفس الاتجاه، يعني يحصل ايه؟ تجاذب. تاني يا مستر هتيجي ازاي؟ تعال نشوف الأسئلة تيجي قاعدة نيلز ازاي ورايا بقى. بص يا سيدي، هنا نقول تطبيقات على قاعدة لينز. زعلانة شوية بس ماشي. تطبيقات على قاعدة ايه؟ لينز. أول تطبيق يديك هنا، تعالى بس نعمل فاصل. هنا فاصل تاني عشان ايه؟ محتاجها. ماشي. أول حاجة ارسم لك ملف لولبي. وده أبسط تطبيق على قاعدة لينز. ويرسم لك هنا مقاومة. ويقول لك النقطة دي اسمها ايه؟ والنقطة دي اسمها بي. ويجيب لك مغناطيس.
دي قطبين شمالي وجنوبي. ويقول لك اذا كان المغناطيس بيتحرك مقتربا من الملف بسرعه v، المطلوب في الرسم الذي امامك حدد اتجاه التيار في الملف. تقول لي يا مستر مفيش بطاريه، اقول لك تمام. اول حاجه انت عندك كده مغناطيس وملف، المغناطيس بيقرب من الملف فكده الملف معرض لفيض متغير، فبالتالي هينشأ فيه تيار مستحث، يبقى انت التيار اللي عندك تيار مستحث. حلو. اول حاجه المغناطيس بيقرب ولا بيبعد؟ بيقرب. الفيض بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. فكده المغناطيس بيتعرض لفيض متغير وزياده. هل هو هيعوز يزيد؟ لا، فهيعوز يقلله، فيدي فيض في عكس الاتجاه. فيض في عكس الاتجاه يعني يحصل تجاذب ولا تنافر؟ تنافر. طب انا الاقطاب اللي بتتنافر الاقطاب المتشابهه، فيتولد هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي. هل الاقطاب دي جايه من تيار بطاريه؟ الاجابه لا، دي جايه من التيار المستحث. فانا دلوقتي معايا الاقطاب شمالي وجنوبي، هروح لقاعده امبير العكسيه عشان احدد بيها اتجاه التيار. الابهام بيشاور للمجال وصوابعي لاتجاه التيار، فده القطب الشمالي. ايدي كده جايه من ورا الملف، فالتيار هيطلع من الضلع ده ينزل كده 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 ويدخل للمقاومه منين؟ من ال بي. يبقى تاني المغناطيس كان بيقرب، هيحصل تنافر، حددت الاقطاب ده شمالي وده جنوبي، رحت طبقت قاعده امبير عشان احدد اتجاه التيار. طب تعالى نفس الرسمه بس بدل ما المغناطيس يكون بيقرب، لا انا هبعده. تمام. هنا ده الملف بتاعي، ملف صغنطط خالص كده كيو ده اهو، وهنا نفس الرسمه، وهنا دي A ودي B، والمغناطيس بتاعي هيبدأ يبعد عن الملف، ده شمالي وده جنوبي، وهبدأ ابعده في الاتجاه ده. يبعد يعني الفيض بيقل. طب الفيض يقل، الملف ينشأ فيه تيار، يعمل ايه؟ يزود الفيض، يعني يدي فيض في نفس الاتجاه، يعني يحصل تجاذب. يبقى هنا هيبعد، ده بيبعد بقطب شمالي عشان يتجاذب، يبقى هنا قطب جنوبي وهنا قطب شمالي. حددت الاقطاب، هروح احدد اتجاه التيار. الابهام بيشاور للقطب الشمالي وايدي جايه من فوق الملف، يبقى التيار يطلع كده 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 وينزل من هنا ويدخل من بي لايه. لو لاحظت اتجاه التيار اتعكس، هو الاول كان ماشي في المقاومه من ايه لبي، هنا ماشي في المقاومه من بي لايه. يبقى من الاخر بنستفاد ايه؟ لو المغناطيس بيقرب يحصل تنافر، بيبعد يحصل تجاذب. في ناس ما بتستوعبش الموضوع، افهم. انا هقرب المغناطيس من الملف، بين الملف والمغناطيس يحصل تنافر. طب انا هبعد المغناطيس عن الملف، بينهم هما وبين بعض يحصل ايه؟ تجاذب. صعب الكلام؟ يبقى هنا اول حاجه ازاي بنحدد اتجاه التيار المستحث. طب يجي يعمل ايه؟ يديك هنا وليكن ثانيه بس، عايزين نصغر الحته دي شويه. ماشي. يجي يديك هنا نفس الملف، بس المره دي هغير فيه حاجه بسيطه. ايه هي يا مستر؟ هرسم مع الملف بطاريه، واحط لك هنا اميتر، واجيب مغناطيس، وليكن هبدأ اقرب المغناطيس من الملف، او العكس ممكن اثبت المغناطيس واقرب الملف منه. بقول لك ماذا يحدث لقراءة الاميتر. اقف. اول ما يحصل ده تبص عندك، انت عندك كام تيار؟ عندك التيار الاصلي بتاع البطارية اللي هو هيطلع منين؟ من القطب الموجب للقطب السالب، ده اتجاهه. طب والتيار التاني اللي عندك تيار مستحث جاي لي من الفيض المتغير. جميل جميل.
فانت مطالب منك ان انت تحدد اتجاه التيار المستحث. حددت اتجاه التيار المستحث، تبدا تشوفه مع تيار البطاريه ولا عكسه. لو معاه شده التيار تزيد، عكسه شده التيار تقل. يبقى انا دلوقتي هروح احدد اتجاه التيار المستحث. هنا المغناطيس بيقرب يحصل تنافر، الله ينور، فيتولد هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي. دي الاقطاب اللي عاملها التيار البطاريه ولا التيار المستحث؟ التيار المستحث. فانا دلوقتي هروح احدد اتجاه التيار المستحث. الابهام بيشاور للقطب الشمالي، فده الابهام. التيار جاي من ورا الملف، فايدك هتطلع كده، التيار ينزل كده 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 كده. بص هنا على تيار المستحث وتيار البطاريه، كده الاتنين في عكس الاتجاه. كده التيار المستحث في عكس اتجاه تيار مين؟ البطاريه. يبقى كده شده التيار تقل ولا تزيد؟ تقل. يبقى اول حاجه انا رسمت اتجاه تيار البطاريه. تاني حاجه شفت المغناطيس يقرب ولا بيبعد، لقيته بيقرب يحصل تنافر، فحددت الاقطاب. من تحديد الاقطاب عرفت احدد اتجاه التيار المستحث. بعد ما حددت اتجاه التيار المستحث بصيت هو مع تيار البطاريه ولا عكسه، لقيته عكسه، فكده شده التيار هتقل. طب تعالى نعلى شويه، يجيب لك ملف لولبي برضو، بدل اميتر انا ممكن اجيب لك مصباح واجيب لك بطاريه. تعالى ارخم عليك شويه كمان، اقول لك ار سمول لا تساوي صفر، وارسم لك هنا فولتميتر، واقول لك يا سيدي المحترم انا عندي مغناطيس هنا قطب شمالي، او خليه هنا قطب جنوبي وهنا قطب شمالي، وهبدا اقرب المغناطيس من الملف. حدد لي اتجاه التيار المستحث، او ممكن ما اطلبوش، هقول لك ماذا يحدث لاضاءه المصباح وقراءه الفولتميتر. تقول لي يا مستر ايه اللي هيحصل له؟ هقول لك لا ده هيحصل كتير. ازاي؟ بص يا استاذ، انت هنا تاني عندك تيار البطاريه، ده التيار الاصلي. لو حبينا نحدد اتجاهه فخلاص تيار البطاريه هيمشي كده، تمام، مفيش اي مشكله، تمام. ده بالنسبه لتيار البطاريه. المطلوب منك في تيار تاني هيتولد، التيار المستحث، تروح تشوف اتجاهه مع تيار البطاريه ولا عكسه. لو معاه الاضاءه تزيد، عكسه الاضاءه تقل، فهنا المغناطيس بيقرب يحصل تنافر برضه، فهنا بيقرب بقطب جنوبي فيتولد هنا قطب جنوبي، وهنا قطب شمالي. جميل. هتروح لقاعدة أمبير العكسية تحدد منها اتجاه التيار، فده القطب الشمالي. في ايدك طالعة ازاي؟ ايدك طالعة من فوق الملف، فالتيار هيطلع من هنا كده 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 وينزل كده ويطلع كده. فكده التيار ده مع تيار البطارية ولا عكسه؟ مع تيار البطارية، فشدة التيار الكلي تزيد، فإضاءة المصباح تزيد. حلو، فكده إضاءة المصباح زادت لأن التيار المستحث مع تيار البطارية. أصبح فاضل مين؟ قراءة الفولتميتر. الفولتميتر بيقيس الفي اوت. افتكر بقى معايا من الفصل الأول بتساوي إيه؟ في بي ناقص اي في ار سمول. الناس اللي عندها شامل الفصل الأول والتاني افتكر الفي بي ثابتة. طب والتيار هنا انا لقيت التيار المستحث مع تيار البطاريه، فشده التيار هتزيد، يبقى الاي في ار سمول هتزيد، فكده الفي اوت هتقل. الاي في ار سمول دي لو فاكر بابا كانت الفي ان، لما الفي ان تزيد الفي اوت ايه اللي يحصل لها؟ تقل. علاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. صعب الكلام؟ يبقى تاني حاجه، يبقى تاني عايز احدد اتجاه التيار المستحث، اشوف المغناطيس بيقرب ولا بيبعد.
بيقرب تنافر، بيبعد تجاذب. من المعلومة دي بحدد الأقطاب، بعد ما بتحدد الأقطاب بتحدد اتجاه التيار باستخدام قاعدة أمبير العكسية أو البريمة أو حسب. للعلم القاعدة المستخدمة أنا استخدمت قاعدة أمبير العكسية، بس الأساس اللي حددت بيه اتجاه الأقطاب هو قاعدة مين؟ لينز. فده كله يعتبر تطبيقات على قاعدة لينز. ممكن أعمل الآتي، أجيب لك هنا ملف دائري، جميل، واجيب لك مغناطيس، قطب شمالي قطب جنوبي، واقول لك اثناء سقوط المغناطيس حدد اتجاه التيار المستحث. جميل. المغناطيس بيقع، لاحظ حاجه ان المغناطيس هينزل يعدي من الحلقه، هو بيعدي هيبدا يبعد، ففي مره هيحصل بيقرب وفي مره هيبعد، فانت عندك اتجاهين. تعال نشوف الاتجاه الاول، والمغناطيس بيقرب من الحلقه. اثناء والمغناطيس بيقرب من الحلقه، هنا الفيد بيزيد فيحصل تنافر، فيتولد في الحلقه هنا في الوجه الاعلى ده قطب شمالي، والوجه اللي تحت قطب جنوبي. قطب شمالي، الوجه اللي قدامك قطب شمالي، كان التيار مع ولا عكس عقارب الساعه؟ لا يا مستر، كان عكس عقارب الساعه. يبقى والمغناطيس بيقرب في الحاله دي تيار عكس عقارب ايه؟ الساعه. طب لو المغناطيس مش هيفضل مكانه، خلينا هنا، هيبدأ يسقط تدريجيا كده ويعدي الناحية التانية، ده شمالي وده جنوبي، والمغناطيس بيبعد كده، الفيض اللي بيأثر على الحلقة هيبدأ يقل فيحصل تجاذب، فالوجه اللي تحت عشان يحصل تجاذب ده بيبعد جنوبي فيتولد تحت شمالي. طب وفي قطب اللي فوق هيبقى قطب جنوبي، لأن الحلقة ليها قطبين شمالي وجنوبي. طب القطب اللي فوق قطب جنوبي، يبقى التيار مع عقارب الساعة، فاتجاه التيار اتعكس، لأن هو مرة كان بيقرب ومرة كان بيبعد. صعب الكلام؟ حلو. طب مستر، هل لازم مصدر الفيض يكون مغناطيس؟ لا، ممكن ما يكونش مصدر الفيض مغناطيس. طب ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اوكي، بص يا سيدي، هجيب لك ملف دائري، واجيب لك هنا سلك مستقيم بيمر فيه تيار، واقول لك الآتي، هبدأ أحرك الحلقة مبتعدة عن المغناطيس بسرعة v. حدد اتجاه التيار المستحث. أحدد اتجاه التيار المستحث ازاي؟ تقول لي هو تيار مستحث يا مستر؟ انت قلت لي عشان يكون في تيار مستحث لازم يكون في فيض متغير. وفين الفيض ده مستر؟ في فيض ازاي؟ يا ابني مش في سلك بيمر فيه تيار فينشأ عنه مجال مغناطيسي؟ صح، مجال مغناطيسي كانت كثافته B بتساوي ميو اي على 2 باي دي. جميل. فلما يبدأ الملف يبعد عن السلك كده هيبدأ البعد العمودي يزداد، فكثافة الفيض تقل، فالفاي ام اللي هي بتساوي بي في ايه ساين سيتا، البي هتقل فعدد خطوط الفيض هيبدأ يقل، فكده المغناطيس هيبدأ يتعرض لفيض متغير. بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. بيقل يعني هيحصل تجاذب. يحصل تجاذب يعني يدي فيض في نفس الاتجاه، ففيض السلك للداخل.
يبقى الحلقه هيتولد فيها تيار ينشا عنه فيض للداخل. طب امتى يكون الفيض للداخل؟ لو التيار مع عقارب الساعه. يبقى الحلقه هتبعد، الفيض اللي بيأثر عليها هيبدا يقل، فيحصل بينها وبين السلك تجاذب. تجاذب يعني الفيضين هيكونوا في نفس الاتجاه، يعني التيار هيكون في نفس الاتجاه زي ما قلنا في اول حته خالص. راحت فين؟ هنا قلنا التيارين دول في نفس الاتجاه، فمعناه ان الفيضين في نفس الاتجاه تجاذب. ارجع لحصه الملف الدائري. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب بص يا سيدي، هجيب لك سلك تاني في نفس اتجاه التيار، وهبدأ المرة دي أقربه. فكده برضو الحلقة هتتعرض لفيض متغير. المرة دي بقرب، البعد العمودي يقل، فكثافة الفيض تزيد، فعدد خطوط الفيض يزيد. يقرب أو الفيض يزيد يعني يحصل، أيوه بيحصل، بيقرب يعني هيحصل تنافر. هو يقرب بينهم من بعض هيحصل تنافر، فيدي فيض في عكس الاتجاه. فيض السلك للداخل، يبقى لازم الملف يدي فيض في عكس الاتجاه، يعني فيضه للخارج، يعني التيار عكس عقارب الساعة عشان يحصل ما بينهم تنافر. يبقى هنا كان بيبعد، هيحصل تجاذب عشان الفيض يقل، او هو بيبعد الفيض هيقل فيحصل تجاذب، فهيدي فيض في نفس الاتجاه. طب بيقرب، الفيض اللي بيأثر على الملف يزيد، فهو عايز يقلله، فيدي فيض في عكس الاتجاه، فهيحصل تنافر. طب سؤال أخير أو قبل أخير معنى أصح، عشان هنا عندنا سؤال مش مختلف كتير، يعني سؤالين بمعنى أصح. نفس الرسمة، هنا هجيب لك نفس الملف الدائري، وهجيب لك السلك بتاعك بيمر فيه تيار، وهبدأ أحرك الحلقة يا لأسفل أو لأعلى، واجي أقول لك هنا مش هتولد تيار مستحث نهائي. لا يا مستر مش هتولد تيار. بص يا حبيبي، قلنا عشان الحلقة يتولد فيها تيار مستحث لازم تتعرض لفيض متغير. المجال جاي من السلك، عشان اغير كثافة الفيض اللي جاي من السلك يغير البعد العمودي يغير التيار. في الحالة دي هل البعد العمودي بيتغير؟ ده البعد العمودي، ده البعد العمودي. فالحلقة طالعة أو نازلة، البعد العمودي بين السلك ومركز الحلقة هيتغير؟ لا ثابت، فالبعد العمودي ثابت، فكثافة الفيض ثابتة، فالفيض ثابت، فكده الحلقة متعرضة لفيض ثابت. فهل هيتولد فيها تيار مستحث؟ الإجابة لا. طب يبقى في الحالة دي لو السلك بيتحرك الملف بيتحرك لأعلى ولأسفل مفيش تيار مستحث. طب لو عملنا نفس اللعبة تاني، نفس الرسم، مش عجباني دي، هجيب سلك وهقول لك تياره لأسفل، واقول لك ان التيار هيبدأ يقل. هل هيتولد في الحلقة تيار مستحث ولا لا؟ وحدد لي اتجاهه. تقول لي ثانية، هو السلك بيمر فيه تيار، فهو كده مصدر للمجال، ثابت ولا متغير؟ والله التيار بيقل، فكثافة الفيض تقل، فالفيض هيبدأ يقل، فكده الحلقة بتتعرض لفيض متغير فهيتولد تيار مستحث. طب الفيض بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. بيقل زيها زي لما يبعد، لما يبعد هيحصل تنافر ولا تجاذب؟ يبعد تجاذب، فيدي فيض في نفس الاتجاه. فيض السلك هنا للداخل وهنا للخارج، يبقى الحلقة برضو فيضها هيكون للخارج، يعني تيارها عكس عقارب الساعة. طب لو التيار كان بيزداد يعني الفيض بيزيد ويحصل تنافر، فهيدي التيار مع عقارب ايه؟ الساعة. دي معظم افكار تحديد اتجاه التيار المستحث. راحت فين اهي؟ دي الافكار كلها، سواء هنا كنا بنتكلم على الملف اللولبي لوحده، وهنا لو ملف دائري ومغناطيس، او هنا لو ملف دائري
وسلك مستقيم. ده كده الجزء النظري في ازاي احدد اتجاه التيار المستحث. هنبدأ نخش مع بعض على خدع الفاي ان وازاي احسب التغير في خطوط الفيض. يلا بينا. ورجعنا مع بعض وهنبدأ دلوقتي نتعلم ازاي نحسب دلتا فاي ام وخدع دلتا فاي ام. هنا دلوقتي هنتكلم مع بعض عن خدع دلتا فاي ام. يعني ايه دلتا فاي ام؟ دلتا فاي ام هي التغير في الفيض المغناطيسي. عشان تحسب التغير في اي حاجه ا ب هتقول ان هي فاي ام 2 ناقص فاي ام 1. تمام. طب لو جينا هنا على جنب، انت عارف ان فاي ام بتساوي ايه؟ والله بتساوي بي في ايه يا مستر؟ في ساين سيتا. فانت لو حطيت دلتا عشان تعبر عن التغير، ممكن التغير يكون مع كذا حاجه، ممكن يكون التغير في كثافه الفيض. فهتفك الدلتا فاي ام لايه؟ لدلتا بي. دلتا بي هفكها ازاي؟ لبي 2 ناقص بي 1 في ايه زي ما هي ساين سيتا. جميل. ممكن يكون التغير بدل مع كثافة الفيض يكون التغير في المساحة. ازاي؟ لو الملف دائري انا ممكن اضغطه اقلل مساحته او ارجعه زي ما كان. ممكن اغير المساحة زي ما انا عايز. فساعتها دلتا فاي ام هتساوي بي في دلتا ايه اللي هي هفكها، افتح قوس A2 ناقص مين؟ A1. الكل برضه في ساين ايه؟ سيتا. ممكن الملف وضعه يتغير بالنسبة للمجال، فبالتالي هيبقى هنا عندي الدلتا ولا مع الايه ولا مع البي، مع الساين سيتا. وخلي بالك القانون بتاعك بيتناسب مع ساين الزاوية وليس الزاوية. فبالتالي دلتا فاي ام هتساوي بي في ايه، افتح قوسك الجميل، ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1. دي الطريقة المباشرة اللي هحسب بيها دلتا فاي ام. حلو. عندنا شوية كلمات دالة أنا ممكن أستخدمها أو قيم ثابتة للدلتا فاي ام. للعلم يمكن الاستغناء عنها، ده انت رزلة أوي. يمكن وبعدين بقى ماشي، يمكن أستغنى على اللي أنا هقوله ده كله بالقانون ده بي ايه ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1. بس تعالى نعرف هنعمل ايه. دلوقتي أنا هفرض إن أنا عندي ملف عمودي على المجال، فساعتها الفيض اللي بيقطع الملف فاي ام 1 والله هو قيمة عظمى بيساوي بي في ايه. هروح اقول لك ان الملف ده دار من العمودي 1/4 دورة، اللي هي في نفس الوقت لو اقول لك الملف دار 90 درجة. لو الملف عمودي على المجال ودار ربع دورة هيصبح موازي، من العمودي ربع دورة موازي. فساعتها فاي ام 2 هتساوي 0. فانا لو عايز دلتا فاي ام هي فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 اللي هي 0 ناقص بي في ايه. يبقى دلتا فاي ام في الحالة دي هتساوي ايه؟ سالب بي في ايه، عشان هي 0 ناقص بي في ايه. حلو. اقول لك كان عمودي ودار ربع دورة او 90 درجة، او لو كان عمودي وابعد الملف كان عمودي على المجال، ابعدت الملف خالص، فالمجال اللي بيقطع الملف كده بكام؟ 0.
فالدلتا فاي ام هتحسبها من سالب بي في ايه، يبقى اقول لك ربع دوره او أبعدة الملف، او ممكن يقول لك فصيل التيار. ازاي؟ او بمعنى مش هنا يا ابني كان مصدر التيار في التيار، فلما افصل التيار خالص هي لما اكني اقلله الفاي ام 2 فصلت التيار فاي ام 2 هتكون بكام؟ صفر. فاروح اعوض هنا هتسيبها ايه؟ صفر ناقص بي في ايه؟ بسالب بي في ايه. اللي بعد الربع دوره يقول لك ايه؟ دار الملف نصف دوره اللي هي في نفس الوقت 180 درجه، او يقول لك قلب الملف، قلبته شقلب. هو كان عمودي يدور نصف دوره هيرجع لعمودي تاني، الملف كان عمودي على المجال، اول ربع موازي تاني ربع عمودي بس في عكس الاتجاه، ففاي ام 2 هتساوي ايه؟ سالب بي في ايه. فانا لو عايز احسب الدلتا فاي ام هتساوي سالب بي في ايه اللي هي فاي ام 2 ناقص بي في ايه، سالب 1 ناقص 1 سالب 2، يبقى سالب 2 بي في ايه. دي الدلتا فاي ام لو دار منين؟ دار نصف دوره او 180 درجه وقال لك قلب الملف او عكس التيار، كلهم نفس المعنى. هتشيل دلتا فاي ام من القانون وحط مكانها سالب بي في ايه. جميل جميل. بعد الربع دوره او النصف دوره يجي التلات ارباع. طب تعالى معايا عمودي في اول الوضع خالص، اول ربع دوره موازي، تاني ربع عمودي، تالت ربع موازي برضو، ففاي ام 2 بكام؟ بصفر، فالدلتا فاي ام يبقى سالب بي في ايه. يبقى الربع دوره زيها زي مين؟ زيها زي التلات ارباع دوره، الاتنين بكام؟ دلتا فاي ام بتاعتهم بسالب بي في ايه. فاضل ايه؟ فاضل يسألك عن دورة كاملة. دورة كاملة اللي هي كام؟ 360 درجة. هو الجسم لما يدور دورة كاملة هيرجع لوضعه تاني، فدورة كاملة من وضع البداية هو عمودي هيرجع تاني عمودي وفي نفس الاتجاه، فالتغير يبقى بكام؟ أي حاجة تلف دورة كاملة ترجع لوضع بدايتها التغير فيها بكام؟ بصفر. فهل في الحالة دي هيتولد تيار مستحث؟ الإجابة لأ. أي حاجة تلف دورة كاملة التغير فيها بصفر. يقول لك فلان حاله اتشقلب 360 درجة، معنى إن حاله اتشقلب 360 درجة يبقى هو راجع زي ما كان لوضعه الأساسي، مرجع لنقطة الصفر نفس نقطة البداية، فالتغير بكام؟ بصفر. يبقى لو الملف دار دورة كاملة دلتا فاي ام بصفر ومفيش تيار مستحث. ده لو دار منين؟ من الموازي او من العمودي. طب لو دار من الموازي تعال نشوف. يقول لك ملف موازي زعلت مني للمجال، ملف موازي للمجال فاي ام في الحالة دي بكام؟ فاي ام 1 بصفر. تعالى يا عم سلايد تاني ولا تزعل نفسك. ملف دار منين؟ من الموازي، هو بدأ من الموازي يعني فاي ام في الحالة دي بكام؟ بصفر، بزيرو. أول حاجة هيدور الملف ربع دورة، هو موازي هيدور ربع دورة يبقى عمودي، ففاي ام 2 هتساوي بي في ايه، فيبقى كده الدلتا فاي ام
بي في ايه ناقص صفر يديني بي في ايه. فده الربع دورة من الموازي فاي ام بي في ايه. طب بعد الربع دورة يجي النصف دورة. شكرا. اللي هي 180 درجة، هو موازي يدور نصف دورة، أول ربع عمودي تاني ربع موازي، فالفيت برضو بكام؟ صفر، يبقى هو من صفر لصفر. هل في تغير؟ لا. فالدلتا فاي ام بتساوي صفر. طبعا النصف دورة ومين معاها؟ الدورة كاملة، لأن كده كده بعد دورة كاملة مفيش تغير، نصف دورة أو دورة كاملة. يجي بعد النصف دورة التلات ارباع دورة. هو اول حاجة موازي، اول ربع عمودي، تاني ربع موازي، تالت ربع عمودي بس في الاتجاه التاني، يعني فاي ام 2 بكام؟ هل بنفس البي اي دي؟ لا، دي سالب ايه؟ بي اي. فالدلتا فاي ام تساوي ايه؟ صفر ناقص بي في ايه، يعني هتساوي سالب بي في ايه. ودي القيم اللي هتعوض بيها عن فاي ام اول ما اشوف الكلام ده في المساله. صعب الكلام؟ يجي بس في حاجه، يقول لك الملف كان موازي للمجال وابعد الملف. كان موازي وابعد الملف، هو كده كده الموازي كان بصفر، فلما ابعد الملف الفيد بصفر مفيش اي تغير. طب كان موازي للمجال وفصل التيار، كان موازي فالفيد اللي بتاعه بصفر، فصل التيار برضه هتكون بكام؟ بصفر، فالدلتا فاي ام بصفر. تمام؟ ركز معايا في الحته دي كويس قوي عشان مهم. ده بالنسبه هحسب دلتا فاي ام ازاي. طب مستر، هي الاي ام اف دي عباره عن ايه؟ اسمها القوه الدافعه الكهربيه. قوه دافعه كهربيه دي ايه يا مستر؟ فرق الجهد. قوه الدافعه الكهربيه فعلا فرق الجهد. فانا لو عايز احسب شده التيار، هي اي ام اف عباره عن ايه في الاول وفي الاخر؟ قوه دافعه كهربيه، يعني هتساوي هي سالب ان في الاساس دلتا فاي ام على دلتا تي بتساوي ايه؟ بتساوي اي فار عشان هي فرق جهد. فانا لو عايز التيار هقسم الاي ام اف على الار، ما فيهاش اي حاجه. طب لو جينا للفصل الاول وفكيت شده التيار لكميه الشحنه على الزمن في الار، وهنا هتساوي ان دلتا فاي ام على دلتا تي. بص يا استاذ، الزمن اللي هيتغير فيه الفيد هو الزمن اللي هيتولد فيه التيار ويتغير فيه كميه الشحنه، فبالتالي اقدر اشيل الدلتا تي دي مع الدلتا تي دي، فيبقى لي ايه؟ ان انا عشان احسب كميه الشحنه هقول ان في دلتا فاي ام بتساوي كيو في ار. تمام؟ طب هنا من اللي انت شايفه، هل في زمن في القانون؟ لا. يبقى هل كميه الشحنه المتولده تتوقف على الزمن؟ لا، دي بتتوقف على مين؟ على مقدار التغير في الفيد وعدد اللفات. كل ما يزيد مقدار التغير في الفيد كل ما تزيد كميه الشحنه، وكل ما يزيد عدد اللفات كل ما تزيد كميه الشحنه. صعب الكلام؟ اظن لا. حلو. ملخص القول بقى انت لو عندك الفيد بيزداد، دلتا فاي ام هتكون موجبه. امتى الفيد بيزداد او امتى دلتا فاي ام موجبه؟ لما الفيد يزداد. الفيد يزداد يعني اكن المغناطيس بيقرب من الملف. حلو. لو الدلتا فاي ام موجبه، موجب في سالب بسالب، فيديك اي ام اف قيمتها سالبه. معناها ايه ان الاي ام اف سالبه دي؟ احنا قلنا لما الفيد يزيد يحصل تنافر ويدي فيد في عكس الاتجاه، فمعنى ان الاي ام اف سالبه يعني هنا بيحصل تنافر بين الملف والمغناطيس، فالفيد يزداد
يحدث تنافر، والفيد هيكون في عكس الاتجاه. طب لو الفيد بيقل يعني دلتا فاي ام هتكون سالبة. طب امتى الفيد يقل؟ الفيد يقل لما ابعد ودلتا فاي ام سالبة، سالب في سالب بموجب، فيديك اي ام اف هنا موجبة. معناه ايه بالاشاره الموجبه؟ ويقصد ايه؟ يقصد هنا هيحصل نقص في الفيد، فهيحصل ما بين الملف والمغناطيس تجاذب، عشان كده معناه ان الفيدين في نفس الاتجاه. فهنا امتى تكون الاي ام اف موجبه؟ لما الفيد يقل. طب لما الفيد يقل يحصل تجاذب والفيد في نفس الاتجاه، يبقى الملف يبعد او الملف يقرب او الفيد يزيد، بيحصل تنافر والفيد في عكس الاتجاه، ده معنى السالب. الملف يبعد او الفيد يقل يحصل تجاذب والفيد في نفس الاتجاه، وده معنى الموجب. هنا ده عشان احسب شدة التيار، واخدنا مع بعض خدع الدلتا فاي ام، واخدنا مع بعض ازاي اطبق على قاعدة لينز، وده كان اخر جزئية معانا، ورب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.